السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم بفيديو جبار هيولع نار. احلى كريب من المطاعم، احلى كريب من المطاعم واحلى من المحلات الفخمة، واحلى كريب في البيت، اقتصادي جدا جدا. وزي ما انتم شايفين الشكل طبعا بتاع الكريب هو اللي بيعبر. يلا بقى بينا. ما تنسوش بقى يا بنات اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد مني، وعشان استمر معاكم وانزل لكم كل جديد. يلا بقى بينا. الكريب دوت اللي احنا عملناه، اللي انا عملناه مع بعضينا ونزلته لكم في القناه، اللي هو الكريب اللي هو من غير لبن ولا من غير بيض، كريب اقتصادي. الفيديو بتاعنا النهارده اقتصادي، كله اقتصادي في اقتصادي. وطلع معانا الكريب جامد جدا. وطبعا انا ما كنتش هصور الفيديو دوت يعني، بس انا قلت بقى ايه، كنت مستعجله ويعني قلت بقى ان انا اصوره معاكم واوريلكم كل الهدف اللي انا عايزه اوصله لكم. اللي الكريب بصوا طلع عامل ازاي، والحشوه بتاعته كانت عامله ازاي، وكان متماسك وكان جامد جدا. انا معايا البانيه دوت او صدور الدجاج، صدور الفراخ يعني، مقطعه اللي هو الستريبس زي كده وقلياها. طبعا الكريب ده البانيه دوت عاملاه من غير ولا بيض وبدقيق بس. هنزل لكم الطريقه بتاعته في فيديو تاني. وطلع معايا زي ما انتوا شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. ومعايا طبعا البانيه زي ما انتوا شايفين بجد مقرمش جدا وطعمه تحفه. ومعايا البطاطس، انا طبعا كنت قليه اكتر من كده بطاطس يعني اكتر من الكميه ديت، بس انتوا عارفين بقى الاولاد يعني لما بيكون في بطاطس بالذات. ومعايا طبعا الطماطم، ومعايا كام قرن فلفل قطعته وحطيت لهم معلقتين زيت وحطيتهم على النار، وسبتهم اللي هم ايه يتصلصوا معايا. تمام. هو ده كل الحشو يا بنات اللي انا هعملها. يلا بقى بينا هقول لكم هنحشي واحده مع بعضينا. طبعا الفيديو لغايه الاخر، ولايكات لايكات لايكات، عايزه الفيديو دوت يوصل لاكبر عدد من اللايكات يا بنات. هتنيها بالنص كده الكريبايه، واحط كام واحده كده من البطاطس. البطاطس دي قلياها وحط عليها فلفل اسمر، كمون، شويه من الفلفل من الفلفل الاسمر، شويه من الكمون، شويه من الملح، بتدي طعم للبطاطس. هنزل بقى بمعلقتين كده من الطماطم على الفلفل اللي احنا صلصناهم مع بعض على النار. طبعا بتحط لهم بقى التوابل بتاعتهم. احنا كده حطينا البطاطس وحطيت معلقتين من الطماطم والفلفل. هنبتدي ان احنا ناخد قطع من البانيه كده واقطعها صغيره. مش هينفع ان انا احطها كده يعني، لازم اقطعها تقطيع زي ما انتوا شايفين القطع الصغيره زي كده. عايزه تقطعيها صوابع كده براحتك، بس انا بفضل التقطيع دوت يعني. يلا بقى بينا اقول لكم هنلف كده الكريب ازاي. كريب اقتصادي من غير جبن ولا من غير اي حاجه، من غير جبنه الموزاريلا. بص بتروحي جايبه الجنب دوت على الجنب ده بس، ادي الكريب ولفه الكريب، مفيش اسهل من كده. وطبعا من غير جبنه موزاريلا. الجبنه الموزاريلا دلوقتي بقت بالشيء الفلاني، بقى الكيس بقى 100 جنيه، 80 جنيه. طب ليه؟ وتيجي وبرده هتجيب الكريبايه من بره، برده كريبايه زي دي بتبقى ب10 جنيه و15 جنيه الواحده. تشوفي بقى انت ممكن تعملي كام واحده من نص كيلو دقيق، يعني ب10 جنيه ممكن تعملي لك 9 ولا 10. تمام. توفير ولا مش توفير؟ هاخد بقى، يلا نعمل معاكم واحده تاني. اخدت تنيتها بالنص برضو، خدت كام واحده من البطاطس، هحط معلقتين من اللي انا صلصتهم اللي هي الطماطم بالفلفل زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. والله طلع جميل جدا. بس تابعوا معايا بقى الفيديو. هاخد بقى برضو قطعه من البانيه واقطعها نفس ما انا عملت في الاولانيه. بس بقى خليكوا كده طبعا معايا الفيديو وشوفوا انا هعمل الكريب هيكون يعني شكله متحمر من بره ازاي، وصلت للشكل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو برضو ازاي. تابعوا معايا بس لغايه الاخر. ممكن برضو تقطعيه بايديك كده عادي او بالسكينه زي ما انت عايزه براحتك اللي يريحك، ما تقفيش على حاجه. هاتني بقى اخد الجنب دوت، واخد الجنب ايه الناحيه التانية، واقفل كده، وهيقفل معايا وهيكون ماسك وهيكون شكله تحفه وطعمه تحفتين. كده انا عملت ايه اللي هي التانية. كده احنا عملنا ايه الاتنين مع بعضين. تمام يا بنات. يلا بقى بينا هقول لكم احنا هنعمل ايه. الصينيه اللي احنا عملنا فيها الكريب زي ما انتوا شايفين كده، المكان اللي احنا عملنا فيها الكريب مع بعض هنحمص برضو فيها الكريب. هنزل بكده بمسحتين يعني بفرشه كده من الزيت. عايزه تحطي زبده حطي براحتك. هنزل بقى بالكريبايه اللي احنا حشينا مع بعض، وهسيبها كده وسط النار، واسيبها بقى ايه يعني الكريب يقرمش ويتحمص من بره. هيطلع تحفه تحفه تحفه، مش قادره اقول لكم. بجد جربوه بالطريقه ديت الاقتصاديه وبالحشوه ديت، هيطلع معاكي مفيش احسن من كده.
احنا مش هنشتري طبعا من بره، بالذات اللي هو ما يكون من بره ما بيكونش زي اللي في البيت، يعني اللي في البيت انضف وانت عاملاه ويعني حاجه مضمونه كده. حافظي على صحه ولادك وحافظي على فلوسك، وفري. ابتدي بقى اللي انا اقلبها. بصوا شايفين الشكل بقى اتحمص من بره ازاي كريب. وكويس اللي هو اصلا يعني ماسك نفسه كده، لان هو اصلا من غير جبن. يعني الجبن الموزاريلا هي اصلا بتمسك الكريباه وبتخليها تقفل على بعضيها. فهو كويس اصلا ان هو طلع كده يعني. قفلناه كده زي ما انتوا شايفين. تدلتي بس بتثبتيها كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. وابتدي برضو ان انا احط مسحه من الزيت تاني. عايزه تحطي زبده حطي براحتك اللي يريحك، المتاح معاكي، ما تقفيش على حاجه. عملت برضو واحده تالته، وهبتدي برضو ان انا هديها الصدمه كده على النار من هنا ومن هنا في الصينيه. بصوا شايفين الشكل بتاع الاتنين اللي هما الاولانيين عاملين ازاي؟ يا جماله يا جماله. طبعا بديها صدمه من الجنب التاني. انا اصلا كنت مكسله والله، يعني اللي انا اللي انا انزلكم. كنت في اليوم دوت اصلا صايمه، وما كانش عندي برضو لسه بقالي كتير قوي ما كنتش بنزل فيديوهات. فتحس ان كل حاجه بقت غريبه عليا، حتى التصوير، حتى اللي انا ما باجي انزل لكم فيديوهات. فكل حاجه بتحس ان هي بقت غريبه عليا، عشان كنت بقالي كتير قوي ما بنزلش فيديوهات على القناه يعني. عايزاكم بقى تشجعوني، يعني شجعوني عشان استمر معاكم وانزل لكم كل جديد. بصوا بقى الحشوه عامله ازاي، ولا الحشوه وقعت معايا في الصينيه ولا اي حاجه. والكريب ما شاء الله ماسك نفسه ومية مية، يعني مفيش احسن من كده. انت عايز تحطي جبنه موزاريلا حطي، بس انا دوت بعملها للناس اللي اقتصاديه، اللي نفسه ياكل كريب يعني شايل هم بقى اللي هو لسه هيجيب كيس جبنه موزاريلا وشغلانه وجبن. زي ما انتوا شايفين يا بنات، ده كان شكل الكريب بتاعنا بعد ما احنا طلعناه، وكيس كاتشب وكيس مايونيز، ومفيش احلى من كده. عايز تحطي انت برضو من الحشوه من جوه، عايز تحطي زيتون حطي، يعني عايز تحطي زيتون حطي. بص منظر الكريبايه ماسكه ازاي نفسها، بص مقفوله ازاي. والله يا جماعه تحفه. جربوه يا بنات بنفس الطريقه دي، مش يعني بص هيعجبكم جدا، مش هتندموا. بصوا شايفين منظره عامل ازاي. بص متحمص من الجنب ده ومن الجنب دوت، وماسك نفسه، ولا الحشوه طلعت اصلا من بره. زي ما انتوا شايفين شكله عامل ازاي، جامد جدا. جربوه بنفس الطريقه بتاعتي دي هيعجبكم قوي. وهوريكم بقى، استنوا رايحين فين؟ تعالوا بقى اوريكم بقى هنحط الكاتشب ازاي والمايونيز ازاي، واللي يشوفه هيقول ان انت عاملاه اصلا بجبنه موزاريلا، لان المايونيز بيدي شكل اكنك عاملاه بجبنه موزاريلا. بس هحط الكاتشب بقى معاكم. هحط المايونيز. شايفاك اللي مش بتحط اللايك، حط اللايك اللي مش بتحط اللايك عشان ما ازعلش منك. اللايك على فكره مش هيخسرك حاجه، حطوا لايك يا بنات، بالعكس ده يشجعني ويخليني ان انا اتشجع كده معاكم كتير. زي ما انتم شايفين حطيت كاتشب ومايونيز. بصوا زي ما انتم شايفين يا بنات احلى كريب بالبانيه او صدور الفراخ. بصوا شايفين شكله عامل ازاي بجد. واو واو واو. بذمتك انت لو انت مثلا عملتيه واديتيه لاي حد، مثلا قدمتيه لاولادك، هيعرفوا اللي انت عاملاه اصلا في البيت، اكنك انت مشتراه من بره اصلا. والله يا جماعه طلع جميل. جربوه بنفس الطريقه ديت بتاعتي، وبنفس الحشوه ديت، وبنفس كل حاجه بقى. وشجعوني بقى عشان استمر معاكم، وعايزه بقى لايكات كتير. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناه لو انت مش مشتركه، وشجعوني. وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات.